لكن زاد اولا نجيب مدرب جيد، مدرب ممتاز، مدرب ممكن يحسن الفريق. شوفوا الاهلي تقريبا نجحت مع مدربين اجانب، مش مشكل مدرب تونسي او مدرب اجنبي، على الاقل مدرب يظهر. ثم نقول هيكلة الترجي من جديد، المسؤولين مين يتحمل المسؤولية الهزائم هذه والانتدابات هذه، ثم نصلح لجنة فنية. لأن الكورة اللي تشوفها أنت مش نشوفها أنا، الكورة اللي تشوفها مسؤول، مش لو تجيب لجنة فيها لاعبين وفيها مدربين يشوفوا أفضل منك، أفضل مسؤول ما يلعبش كورة. لأن بالنسبة لي أنا اللجنة، علاش تقول لجنة؟ مش حبا في اللجنة، لأن اللجنة تراقب وتتابع. احنا نجيبوا في لاعب على مباراة شوفوه مباراة قدم مباراة ممتازة نجيب. لا، اللجنة تتبع على مدار سنة. انا حاجتي بمدافع ايمن تبع اثنين ثلاثة مدافع، انا حاجتي مدافعين تبع اسماء ثلاثة لاعبين في محور الدفاع والصوت. اليوم عندنا كشريدة ما يلعبش ضد الفريق، عندنا اللاعب المثلوثي، هذوما لاعبين مستوى الترجي. تجيب مدافعين شوف الحدادي، تجيب لاعب ارتكاز جيد حاجتنا به حاليا. اليوم شاهدت انا لو اسماء عندها مدافع ممتاز مع اولاد الدفاع. لازم تتابع، انا نتفرج. لما تلعب كاس افريقيا اللجنه تتفرج، مش تتفرج في المباراه، تتفرج في اللاعبين اللي يلعبوا ضده. لان اليوم حاجتنا مهاجمين، اليوم عاش عندنا مهاجمين، حاجتنا مهاجمين. مين يمشي يتبع المهاجمين؟ مين يمشي يسافر؟ مين يمشي؟ مو فما لازم لجنه. ثم في الصغار شكون عندنا في الصغار؟ انا والله سمعت من اول سنه يقول لك والله السنه هذه نعملوا على الصغار، وينهم الصغار باش نعمل عليهم؟ لا عندنا صغار ممكن نعملوا عليهم الموسم القادم ونلعبوهم، لا عندنا لاعبين حاضرين مجازين حاليا. لهذا انا اقول دخلنا في مرحله صعبه جدا وصعبه. ان شاء الله عندنا ثقه في رئيس النادي، ان شاء الله يقوم بالواجب نتاعو ان شاء الله. طيب، وائل، الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا، الامر عادي بالنسبه للاهلي، لكن الان الدروس المستفاده من شكل الاهلي في دور المجموعات الى شكل الاهلي في الادوار الاقصائيه الى شكل الاهلي في مواجهه يا اما سان داونز يا اما الوداد. بطبيعه الحال نتمناها الوداد، لكن هناك خصمان من العيار الثقيل. انا اللي يهمني مستوى الاهلي يا مهند، يهمني مستوى الاهلي في المباراه النهائيه قدام اي منافس، سواء الوداد او سان داونز. الناس كلها بتروح لسان داونز، بس انا اشوف ان اللي بيبقى سيء وبيتحسن وبيوصل لقمه مستواه بتبقى عنده الفرصه اكتر. انا ما عنديش مشكله يعني هيلاعب مين، كده كده النادي الاهلي متعود يلعب بره، متعود يلعب جوه، مش فارق مين. اتمنى طبعا الوداد، ولكن اللي يهمني زي ما بقول لك مستوى الاهلي. مستوى الاهلي بيديني اطمئنان على اللي جاي ان شاء الله. تحسن الفريق مع كولر، بدايه التحسن كان كاول موسم للمدرب مع النادي الاهلي. في البدايه كان لسه ما كانش فيه السيستم اللي بيلعب بيه حاليا. الاداء ليه الفريق ليه شكل في الملعب يا مهند. شوف النهارده في لقطتين مهمين جدا النهارده، في الدقيقه 55 تقريبا لغايه الدقيقه 59. الاهلي بناء الكوره بقالنا 6 7 سنين او 8 سنين ما شفتش الاهلي بيلعب كوره حلوه بالشكل ده. كوره سهله جدا، كوره بسيطه، وانا قاعد انا وكابتن طارق ورفيق ما تحسش اللعيبه بتجري اصلا، ولكن الكوره هي اللي بتتحرك. وهو ده سمه الفريق الكبير، فريق المسيطر اللي بيعرف يفرض شخصيته على الفريق المنافس. الكوره اللي في الاخر اللي عبد القادر ضيعها، اللي نقلوها في الدقيقه 87 تقريبا، نقلوا الكوره على دفاع الترجي. لو بيلعبوا دايره او 4 ضد 2 مش هيلعبوها بالشكل السهل ده والسلس ده. فده تعليمات مدرب يا مان. الراجل كان في البدايه مش متعود على الاجواء، مش متعود على الاجواء الافريقيه، كان عنده صعوبه في مباريات دور المجموعات، ثم اتحسن الفريق بعد كده. ارقامه في الدوري المصري اكتر من ممتازه، لعب 26 مباراه، كسبان 20 مباراه، ومتعادل 6 مباريات، ما اتغلبناش ولا مباراه. اخر 11 مباراه دلوقتي اهو دخل فينا هدف واحد. الفريق تماسك جدا، بقى افضل كتير جدا من بدايه الموسم. فانا ما اخافش على الاهلي. انا اخاف على الاهلي لو مستواه سيء قدام اي منافس. عقليه الانتصار موجوده عندنا، لاعبتنا بتلعب تحت ضغط، لاعبتنا عارفه ان كل مباراه مطلوب منه الفوز، بيلعب بره بيلعب جوه، كل مباراه مطلوب منه الفوز. ورانا وراه جمهور بيدفعوا لكده، في اداره موجوده كابتن خطيب على راسها.
متابع وبيشوف كل كبيره وكل صغيره. فالامور الحمد لله بقت احسن كتير جدا جدا. اتمنى التوفيق وتكمله المشوار، ان انت توصل 4 مرات للنهائي على التوالي، ده رقم مش سهل. 6 مرات في اخر 7 سنين رقم مش سهل. يعني ان انت 16 مره في المجمل. يعني 16 مره نهائي، رقم مرعب طبعا. الاهلي المصري. طيب دعنا نعود الى القاهره من جديد مع احمد نوير، في هذه الاثناء معه محمد مجدي افشل. تفضل احمد.